في الوقت اللي الاهلي بيجهز نفسه استعدادا للموسم القادم يطلع لنا عمنا وسام ابو علي يقول لنا انا مش مسافر وانا مش مكمل. انا مش عارف حكايتك ايه يا عم وسام، انا مش هسافر مع المعسكر، انا مش مكمل مع الاهلي. حد زعلك في حاجه؟ لا انا مش مكمل وخلاص، انا عايز فلوس، انا شويه كده وشويه كده. تحب الفلوس قوي، احب الفلوس، انت كلب فلوس يا كده وشويه كده. انت بلفت لنا دماغنا يا وسام. مرة عايز احترف لأوروبا، مرة بص الوصل الإماراتي، مرة بص الريان القطري. كابتن محمد يوسف المدير الرياضي عقد معه جلسة اليوم. انت يا وسام معاك موسمين وطلبنا فيك رقم معين وشروط معينة للاحتراف وما جاتش. وكان رد وسام صريح، انا مش عايز اكمل. ليرد عليه كابتن محمد يوسف، والاهلي مش بيقبل ضغوطات. كده وسام ابو علي فقد ثقة الجماهير بنسبة كبيرة جدا، وانا اولهم كمشجع اهلاوي وبقول لك انا مش عايزك. حتى لو هتجيب هاتريك كل ماتش، حتى لو هتبقى مارادونا، انا مش عايزك. انت بعظمة لسانك يا وسام قلت بص الجماهير، انا كنت في نادي ما عندوش جمهور ولا بيكسب بطولات. شوف النبي، شوف الجماهير دول، شوف الجماهير دول. ده شرف لي انه العب قدام جمهور كده. انا جاي من فرق ولا بكسب بطولات، هنا قدام جمهور عظيم كده. الحمد لله، الحمد لله يا رب.